قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. لك ايه؟ تنكح المرأة الأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها. تعال النهارده اعمل استفتاء بين الشباب، تتجوز ليه؟ يعني مواصفات الزوجة اللي انت عايزها. يقول لك والله انا عايزها يعني متدينة وبنت حلال وست بيت وكده يعني. طيب والتاني ده انسان متدين، والتاني والله انا عايزها ستايل، عايزها زي ما الكتاب بيقول، عينين خضراء، شعر اصفر، سنان زرقاء، واخد بالك، ما اعرفش اتجوز دراكولا ده، المهم يعني واخد بالك عريضة المنكبين مشربة الفلنكات، مواصفات خاصة كده معينة ايه عشان يتجوز واحدة يعني. والتالت يقول لك والله انا عايزها متينة بصراحة، واخد بالك، مع ان الشاعر بيقول لك لا المتين بينفع ولا المتين على الاصل دور. المهم يعني في النهاية هو عايز واحدة هتحميه يعني، واخد بالك، بودي جارد يعني. والرابع والخامس والسادس واشكال وانواع وحاجات عجيبة جدا. وتلاقي واحد بقى مركز على حاجة واحدة بس، انا عايزها مريشة مش بتاعت فراخ، يعني يكون معاه فلوس واخد بالك اصل مريشه بلغه عندنا في مصر يعني بتاعت فراخ، لا مريشه يعني معاها فلوس. ولذلك اعجب اعلان قراته في مجله والله اعلان عجيب جدا. واحد عايز يتجوز فبعت اعلان في باب الزواج، بيقول يا جماعه في الاعلان، بالمزارع في 25 من عمري يرغب في الزواج من فتاة ريفية تمتلك جرارا زراعيا فالرجاء عند الموافقة إرسال صورة الجرار اه والله يا شيخ خالد يعني هو مش عايز لا زوج ولا بتاعه، عايز الجرار يعني